ازيكم يا اصدقائي؟ بما اننا ملتزمين ان احنا نعمل فيديو كل يوم اتنين، فانا جه في دماغي ان احنا هنعمل فيديو اضافي، ولما عملت فوت على الانستجرام كله كان موافق، فيلا بينا. والحقيقه فيديو النهارده فكرته جات لي لما كنت بتفرج على فيديو لعمر دايزر، وهو كان عامل في الفيديو ده حركه روشه جدا الحقيقه. خلينا نعمل سكان كده ونشوف ايه اللي جوه العلبه من غير ما نفتحها. خليني اوريكم ازاي هنجيب هذا الجهاز الخطير من هواوي، بس نمرره فوق العلبه مباشره زي ما شايفين نقدر نشوف. واحنا النهارده جايين نعرف سوا هي الحركه دي اتعملت ازاي. واول مرحله بالنسبه لنا النهارده ان احنا نعمل الماتيريال اللي هنشتغل عليها، وبعد كده كل اللي هنحتاجه تليفون محطوط عليه خلفيه خضراء وصندوق جواه اي حاجه وبس كده. وبعد كده هنصور مشهدين، اول مشهد للصندوق وهو مفتوح واللي جواه ظاهر، ومشهد تاني للصندوق وهو مقفول والتليفون بيعدي من عليه كده. ودلوقتي يلا بينا على برنامج المونتاج نشوف هنعمل ايه. بعد ما جبت الصندوق اللي انا بحبه وخدنا التو شوتس اللي انا قلت عليهم، هنخش البرنامج وهنحطهم فوق بعض. هنحط الصندوق وهو مفتوح في اللاير اللي تحت، والصندوق وهو مقفول في اللاير اللي فوق. نبتدي نتحرك في التايم لاين بتاعنا كده لحد ما نوصل لمكان اللون واضح فيه عشان نسحب منه اللون. تمام، انا شايف الحتة دي تمام. بعد كده هنروح لقائمة effects وهنكتب هنا في السيرش color key. هناخد البلجن بتاع color key ده نحطه على اللاير بتاعنا، ونيجي للإيفكت كنترول، ننزل على الكالر كي وناخد التول دي وندوس على اللون ده كده، ونبتدي بقى هنا ايه نغير في التشانل دي، نغير في التشانل بتاعت الإيدج، ونعمل الفيذر. وقبل ما انسى عاوز اقول لكم ان الارقام اللي في التشانلز دي مش ارقام ثابته، احنا كل واحد فينا بيتحكم في الارقام دي على حسب حاله الشوت بتاعه والنتيجه اللي هو عايز يطلعها. تمام، انا كده شايف ان النتيجه بتاعتي بقت تمام وزي الفل، وهعمل اكسبورت للفيديو واوريه لكم دلوقتي. ودي كانت نتيجة فيديو النهاردة، وبكده يكون الفيديو خلص. ولو احتجتوا اي حاجة اطلبوها مني في الكومنتات، ونتقابل في فيديوهات جاية ان شاء الله. سلام.